اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. صباح الفل عليكم أو مساء الفل عليكم على حسب ما بتشوفوني. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود علينا الأيام بخير يا رب، ويجعله رمضان كريم وشهر خير وبركة ويكبر بخاطرنا كلنا فيه يا رب، وما يحركش أم قدام عيالها ولا يكسف أب قدام ولاده. يا رب يعيننا كلنا على بيوتنا وعلى حالنا، وكل يا رب اللي نفسه في حاجة يجيبها في رمضان يجيبها ان شاء الله بإذن الله. خلصت اخيرا يا جماعة، خلصت الحمد لله. دي اخر حاجة عندي في الشقة، الصالة الريسبشن خلصت الحمد لله، فرشت الشقة والدنيا بقت زي الفل. ان شاء الله ان شاء الله الفيديو الجاي فيديو تغيير المطبخ اللي انا كنت وعداكم بيه. عايزة بقى لايكات كتير كتير وكومنتات كتير كتير تشجعوني عشان اتشجع وكده، عشان عندي احباط بصراحة اليومين دولت. ده بقى عندي الريسبشن، الانتريه ده محدش بندخل هنا خالص في الاوضه دي بتبقى انضف اوضه عندي في البيت، محدش بيدخلها غير الضيوف يعني وكده. مسكنا بقى الشباك نفضناه كويس، مسكنا الكنبه دي نفضناها كويس. الكسوه بتاعت الانتريه دي كانت متسخه، شلتها نغسلها ونصلح السوسته بتاعتها وبعد كده نبقى نركبها تاني. عايزه اغير الشيلت بتاعت الانتريه دي، عايزه اغيرها. قولولي بقى اغير اجيب لون ايه؟ يعني دي ابيض في موف، ايه رايكم؟ اجيب حاجه منقوشه برضو كده ولا اجيب حاجه ساده؟ عايزاكم تقولولي رايكم ايه، ناخد اراء بعض يا جماعه وكده. ايه في ايه؟ بصوا بقى، نفضنا الانتريه كده خالص زي ما قلت لكم، برضو الاوضه دي بتبقى نظيفه مبيبقاش فيها حاجه. بس عشان تحس برمضان وفرحه رمضان وكده نعدي عليها برضو، نكنسها بقى ونخرج اللي فيها. ده بقى مكان مثلا نفضت سجادة، نفضت انتريه، نفضت شباك كده. جبنا بقى المية وهنمسح زي ما قلت لكم. عندي شرشوبة جميلة قوي 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 قوي، كنت جايباها من الهلال والنجمة. بس انا ما اكون مسحة جامدة زي كده او مسحة بتاعة العيد او بتاعة رمضان وكده، مش بحب امسح بيها. انا هو مسحت وخلصت، كمان 3-4 ايام همسح الشقة تاني، بمسح بقى بالشرشوبة. فصلت بقى الكاميرا طبعا عشان اعرف امسح براحتي. مسحت، شلت الانتريه من مكانه، شلت الفرزة من مكانه، مسحنا مسحة عميقة. العمق مكمل معانا طول الفيديوهات. خلاص ده اخر عمق، يعني مفيش حاجة تاني بعمق. هنا برضو يوسف ابني بيساعدني ان انا افرش السجادة كويس عشان انا بس قدام الكاميرا، انما لو مش كده انا بفرشها عادي. السجاد ده خفيف وطبعا سهل جدا جدا في غسيله، وسهل في فرشه، وسهل في لمه، في كل حاجه. عايزه اقول لكم ان انا بقالي سنه كامله من رمضان اللي فات ما فرشتش السجاد دوت. والسجاده دي كده بالصدفه ان هي طلعت فيها موف شبه الانتريه ورمادي شبه الاوضه دي، كده صدفه يعني. كان بقى متني كده، بقولكوا بقالي سنه ما بفرشوش. هجيب حاجه انا احطها هنا عشان حرف السجاده ده يتعدل، عشان اللي داخل واللي خارج بيقعد يعملوا لي زي يتنيه كده، العيال بيبوظوها لي. قولولي بقى مين زي حالاتي كده بيقلب الشقة في رمضان، مين ما بيفرش اصلا الشقة في رمضان. يعني في ناس اعرفها ما بتفرش الارض خالص طول شهر رمضان، بس انا بالنسبة لي لا، ده بتبقى حاجة وحشة. كنت بعمل كده الاول، كانت الدنيا بتتبهدل ولا كان بتبقى شهر صعب. انما كده لا، طبعا الدنيا تبقى نظيفة، دخل ضيوف عزومة حاجة الشقة تبقى نظيفة. هنلمع بقى الفريزر، آه نحط المفرش الحلو بتاعها. عايزه اقول لكم الجو ما شاء الله اليومين دول جميل، لو يفضل كده، ولا هو منه صيف ولا هو منه شتاء، لو يفضل كده. بس دوام الحال من المحال. ربنا يكبر بخاطرك وخاطري، ولو زعلانه او متضايقه او مديونه او مهمومه ادعي وقولي يا رب، وربنا ان شاء الله يطلعك من اللي انت فيه يعني زي ما قلت لكم كده، دوام الحال من المحال. مصير هيجي عليكي وقت وربنا هيكبر بخاطرك ويرضيكي ويديكي اللي بتتمنيه. بس اصبري وادعي وقولي يا رب، ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب. هنمسك بقى الخشب بتاع الانتريه دوت نلمعه، لان بيبقى فيه تراب. وانا برضو بعد ما فصلت الكاميرا عملت الايدين والرجلين ولمعتها وكده.
يوسف ابني تقريبا ما فيش فيديو بصوره لما اتخانق انا ويوسف ابني مع بعض. بصوا بقى الاوضه راحت فين، شوفوا كانت شكلها ايه ودلوقتي بقى شكلها ايه. عشان كده بقول لكم دوام الحال من المحال. ننور النور. ومشكلتي في الشقه يعني ان انا الاضاءه عندي ضعيفه، بس مسيرنا نغيرها برضو. هشيل بقى الكسوه بتاعت الركنه دي خالص، مش هنحطها تاني. الكسوه دي تقيله قوي، في الشتا كانت حلوه وكانت بتدفي وكل حاجه، بس خلاص بقى مش هنحطها تاني. نحط الكسوه الخفيفه. نحطها بقى ان شاء الله واحنا بنعلق زينة رمضان. بس الكلام ده برضو ايه بعد فيديو المطبخ. هعمل لكم فيديو بوم 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 بالنسبه لي. يعني انا ابسط حاجه بجددها على فكره عندي في الشقه، بتريح نفسيتي، بتبسطني. بحس ان هي حاجه حلوه وحاجه كبيره. وده اهم حاجه، الرضا. الرضا يا جماعه والله العظيم اهم حاجه. لو وصلتوا بقى لحد هنا متنسوش تحطوا لي لايك واشتراك ويتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وعايزه اقول لكم شعارنا اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية ان شاء الله، واللي جاي احسن بكتير. نشيل بقى دي. وعايزه اقول لكم ان هنا في الحتت اللي هي اللي جوه دي بلاقي بلاوي. الاقي بواقي لب مش عارف ايه حاجات كده. وهنا بقى وانا بعمل كده اتعورت، صباعي اتعور. بس انا هقوم اوريهولكم. تاني هقول وتالت ورابع، اللي بيعمل ركنة بلاش يعمل فيها ستانلستين، بلاش يعمل فيها ستانلستين عشان بتعور. هي شكل جميلة قوي قوي وكل حاجة، بس بجد لا بتعورني وبتعور ولادي لا محبتهاش. نكنس بقى ندخل كده على. انا كنت عملت الاوض وخلصتها معاكم والمطبخ وخلصته. وانا تقريبا فاضل الصاله بس الحمد لله، والحمام بقى هعمله مع نفسي. جايبين بقى زينة رمضان وفانوس رمضان وحاجات جامدة جامدة جامدة. استنوا بقى الفيديو الجديد ان شاء الله هيبهركم. الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات ومش بتشترك في القناة، ما استفدتيش مني بمعلومة؟ ما عجبكيش كلامي؟ زعلتك في حاجة؟ ما بتشتركيش في القناة ليه بقى؟ شجعوني وجبروا بخاطري واعملوا اشتراك في القناة كتير 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 عشان نكبر بيكم، نبقى عيلة كبيرة ان شاء الله بيكم وليكوا برضو، ونفيد بعض ان شاء الله ونستفاد من بعض. بحضر لشنط رمضان ان شاء الله. عايزين نعمل شنطة 2 3. عايزة اقول لكم قناة اسرار المطبخ مع سمر عاملة تحدي لاي قناة صغيرة او كبيرة. مين يتحداها اكتر يعني في شنط رمضان وكده. انا هدخل التحدي ده باللي اقدر عليه، بشنطة ب2 ب3 ب5 اللي اقدر عليه. وانتي كمان اعملي كده وان شاء الله ربنا يجازينا خير يا رب. هنا برضو انا كنت مسحت وخلصت الارض. هفرش بقى السجادة دي. السجادة دي بحب احطها في الصالة، يعني بتبقى غامقة شوية، فاحنا عيشتنا وقعدتنا هنا فبتستحمل يعني وكده. هستعين بقى بصديق بياسين ابني لان يوسف ما كانش موجود يرفع معايا. وهنا ياسين ما كانش عارف ان الكاميرا مفتوحة بقى. ايه رأيكم بقى؟ شفتوا بقى، اتأكدت عرفتوا ان دوام الحال من المحال. ربنا يغير حياتنا ان شاء الله للأحسن ويجبر بخاطرنا ويريح نفوسنا. والله مش كل حاجة فلوس، والراحة مش بس فلوس، لا، الراحة في راحة البال وفي الرضا بالنفس والرضا باللي عندك. ربنا يجعلنا دايما من الصابرين والراضيين، امين يا رب. حطي بقى المفرش دوت، متنسيش بقى تحطي لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد.